لما تبتدي تحس ان الويب سايت بتاعك ما بقاش شغال زي الاول، بقيت تحس ان سرعه الموقع بقت قليله، بعض الوظائف فيه ما كانتش شغاله زي الاول، فبالتالي بتحس ان تجربه المستخدم مش هتبقى كويسه لا دلوقتي ولا بعد كده. فبتبقى واقف ما بين قرارين، ما بين انك تعيد تصميم الموقع بالكامل او انك انت تعمل له عمليات تحسين وصيانه. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف الفرق ما بين الاثنين، وهنعرف تعريف كل واحد منهم، وليه بنعمل كل حاجه سواء كانت إعادة تصميم أو تحسين، وإمتى تاخد القرار الصحيح. أول حاجة عشان نبقى فاهمين الفرق ما بينهم، نعرف الأول إيه هي عمليات التحسين وإيه هي عمليات إعادة التصميم. بالنسبة للتحسين، أنت بتبتدي تغير في الشكل بتاع الويب سايت بتاعك، زي مثلا إنك أنت تعمل تحسين في الشكل العام سواء من أزرار، نافيجيشنز، فوتر، صور وفيديوهات، الحاجات اللي هي بتمثل الشكل بتاع الويب سايت. في كمان تحسين للمحتوى، تبدأ إنك تحسن محتوى الصفحات الرئيسية ومحتوى المقالات والاستبيانات أو السيرفيز بتاعت الويب سايت بتاعك. كل الصفحات اللي تحتوي على مقالات تكون static content بتبدأ إنك أنت تحسنها. برضو بنعمل تحسين للسرعة، لأن سرعة الويب سايت بتاعنا هتبتدي تقل لما نبدأ نحط إن إحنا صور، فيديوهات، سكريبتات كتيرة سواء جافا سكريبت، ونعلي في الستايلينج بتاع الويب سايت، فبيبتدي ملف السي اس اس بتاعنا يكبر. فبالتالي هنلاقي ان سرعه الويب سايت بتاعنا ابتدت تقل، فبنبتدي نعمل عمليه اوبتمايزيشن او ريفرشنس او اعمال صيانه للويب سايت عشان سرعته تبتدي ترجع زي الاول. كمان ممكن ان احنا نحسن تجربه الموبايل، عشان ساعات في سيكشنز او في صفحات في الويب سايت بتاعتنا ما بتبقاش جاهزه ان هي تتعامل بيها على الديسكتوب، على التابلت اسف، او على الموبايل. حاجه تاني برضو ان احنا لو في بعض الفانكشناليتيز في الويب سايت بتاعتنا ما بقتش تشتغل زي الاول، بنبتدي ان احنا نصلحها ونبص عليها. طبعا عمليه التحسين او عمليه الصيانه غالبا بتبقى تكلفتها اقل، لان انت كل حاجه موجوده، الهيكل موجود، الوظائف موجوده، المحتوى موجود، فقط بعض عمليات التحسين احنا بنعمل عمليات صيانه، فغالبا بتبقى تكلفته اقل. لو بصينا بقى على الريديزاين ده احنا بنعمل عملية إعادة تغيير شامل للويب سايت بتاعنا، من كل حاجة بقى، من الهيكل الأساسي، من المحتوى، تجربة المستخدم. احنا بنعمل شغل كامل، بنعمل استراتيجية كاملة للويب سايت. كمان لما نغير البراند بتاعنا، لو احنا غيرنا اللوجو، غيرنا الكالرز بتاعت البراند بتاعنا، بنبدأ ان احنا نعمل عملية برضو ريديزاين. حاجة تاني، لو احنا مثلا في وورد بريس وعايزين نحول نروح ويب فلو او نروح فريمر او نروح اي منصة تانية، برضو لازم نعمل عملية ريديزاين، لان غصب عننا هنعمل ريديزاين للويب سايت بتاعنا على المنصة الجديدة. ده بقى ريديزاين غالبا بيبقى اعلى في التكلفه، لان طبعا انت مش بتعمل عمليات تحسين مجرد عمليات صيانه في الويب سايت بتاعك، لا ده انت بتحتاج انك انت تعمل ديزاينز، وبعد كده تعمل ديفلوبمنت للديزاينز دي. طب امتى نعمل ريفرش او امتى نعمل اعمال الصيانه للويب سايت بتاعنا، اعمال التحسينات؟ نعملها لما المحتوى بتاعنا يبقى محتاج بس اعاده صياغه. انا ما غيرتش اي حاجه، انا المحتوى بس محتاج اعاده صياغه وشويه تحسينات عشان اعلي نسب التحويل، اعلي الريفينيو بتاعي. برضو محتاج ان انا اعمل تحديث لواجهه التصميم، اليو اي واليو اكس بتاعتي، عشان تبقى ترندي، تبقى مناسبه للمعايير اللي شغاله دلوقتي او الستاندر اللي احنا شغالين عليها في الويب سايت ديزاين، او في الويب سايتس عموما دلوقتي اللي بتحول واللي شغاله بتشتغل ازاي، والواجهات بتاعتها شكلها عامل ازاي. الموقع ابتدى طبعا زي ما قلنا ابتدى يبطأ، وما بقاش فيه بعض الصفحات ما بقتش مناسبة للموبايل، فبيبتدي يبقى عندنا برضو مشكلة بسبب بطء الموقع. نفس عدد الزوار اللي بيجي لي من السوشيال تشانل او من السيرش انجن تشانلز، بس معايا بقى نسبة التحويل بقت اقل. فبالتالي انا ببدا ان انا ابص برضو، انا يعني محتاج احسن ايه، محتاج احسن محتوى، محتاج احسن وجه التصميم، ايه اللي انا محتاج احسنه بالظبط عشان احسن تجربه المستخدم. طبعا لو انت في موضوع الريفرش، غالبا بتبقى لو انت هتعمل ريفرش بتبقى عشان معكش وقت كافي ومعكش مصادر او فلوس كافيه، لان طبعا عمليه اعاده التصميم بتحتاج فلوس وبتحتاج وقت، لان هي بتاخد وقت اكبر وبتاخد فلوس اكتر. طيب، ايه المميزات وعيوب الريفرش؟ مميزات الريفرش ان طبعا سرعه في التنفيذ، انت مجرد شويه تعديلات بسيطه وبعدين بيبقى الموضوع
خلاص done، ما فيش أي مشكلة فيه، شيل شوية سكريبتات، تعدل في الCSS، تعدل في المحتوى. التكلفة بتاعته طبعًا أقل لأن الشغل بيبقى أقل. ما فيش، أنت الفريق بتاعك مش محتاج يتعلم حاجة جديدة لأنك مش هتنقل على منصة ولا هتغيّر المنصة اللي أنت شغال عليها، أنت بالعكس الcontent بتاعك وكل حاجة شغالة وكل الmarketing والfunnels بتاعتك شغالة زي ما هي، فمش محتاج إنك أنت تتعلم حاجة جديدة. سرعة النتايج لأن طبعًا أنت وقت أقل عشان تخرج للسوق، أنت كده موجود في السوق والوظايف بتاعة الweb site بتاعتك موجودة وكل حاجة موجودة، بس الفكرة إن هو بيسرّع عملية الخروج للسوق بس بشكل أفضل طبعًا. طب عيوبه طبعًا إن هو حل قصير المدى، يعني زي كده مسكِّن للweb site بتاعك، لو الweb site بتاعك فيه مشاكل، بيبقى ده عبارة عن مسكِّن بيهدّيه لحد بس ما تبدأ إنك أنت تدوّر لو هتعمل redesign. حرية أقل طبعًا لإن إحنا بنسيب زي كل حاجة زي ما هي، فقط بنغيّر شوية حاجات أساسية في الweb site بس اللي هي الزائر بيتعامل معاها مباشرةً. بعض السكريبتات طبعًا إحنا دلوقتي بنعمل عملية تطهير، عملية صيانة في الويب سايت بتاعنا، فبنشيل بعض السكريبتات، نشيل بعض الstylings. كل دي طبعًا شغل تقني ممكن يأثّر على الfunctionality الكاملة بتاعة الويب سايت بتاعنا، ودي بتحصل كتير جدًا في عمليات التحسين، فلازم لمّا تكون بتعمل عملية تحسين لازم تبقى فاهم إن ده فيه شغل technical ولازم تاخد بالك منه. طب إمتى إن أنا أعمل redesign؟ الredesign بيتعمل بقى أنت حضرتك عملت brand جديد، عملت استراتيجية، غيّرت الاستراتيجية، غيّرت الجمهور اللي أنت بتستهدفه. التجربة بتاعة الموبايل مش أحسن حاجة، زي ما قُلنا صفحات، في صفحات ممكن أعمل لها refresh أو أعمل لها إعادة صياغة، وفي صفحات لأ، لازم أعمل لها redesign بالنسبة لتجربة الموبايل. برضه واجهة المستخدم لمّا تكون قديمة ممكن لو هي قديمة أوي ممكن لازم لأ نعمل redesign، لكن لو هي مثلًا حاجة عاملها مثلًا من سنتين ومحتاج بس أحدّث فيها شوية حاجات، شوية ألوان، شوية حركات، animations، الكلام ده كلّه ممكن أعمل refresh. لكن بالنسبة للredesign ده لو الواجهة قديمة بقى وإنك أنت الweb site قديم وأنت مش شغال بيه من زمان، موقع غير قابل للتوسُّع، ولو أنت هتنقل على منصة جديدة، الاتنين دول يعتبروا مرتبطين ببعض لإن المنصة بتفرق في عملية الscalability بتاعة الbusiness بتاعك. طب إيه هي مميزات وعيوب الريديزاين؟ مميزاته إن هو طبعًا fresh start، أنت بادئ بقى بداية جديدة، استراتيجية جديدة، براند جديد، كل الفكر اللي هتشتغل بيه فكر جديد وهتبقى حاجة من الأول خالص. بتاخد فيها طبعًا الحرية، بتبقى فيها أمان لإنك أنت ممكن تستخدم منصات أفضل، تكون أعلى من المنصات اللي أنت كنت بتستخدمها قبل كده، يبقى أدائها وتجربتها أفضل للمستخدم، وطبعًا فيها إمكانية الscalability أو التوسع. عيوبها طبعًا التكلفة والوقت الطويل، وإنك لمّا بتكون عندك content والSEO بتاعك في web site كويس جدًا، فأمّا بتيجي تعمل migration للcontent ده بتبقى معقدة شوية، ولازم إنك أنت تخلّي بالك من الkeywords بتاعة اللي أنت عامل عليها rank في الweb site القديم، وطبعًا بتحتاج مجهود أكبر يعني من الrefresh لإن هي طبعًا عملية بتاخد وقت أطول وتكلفة أعلى. طب دلوقتي أنا أعمل إيه؟ أحسّن والّا أعيد التصميم؟ طبعًا أنت قبل كل الموضوع ده كله بتسأل نفسك كام سؤال، هل الويب سايت اللي شغال دلوقتي مؤثر على البيزنس؟ هل المنصة عاملة تجربة مستخدم كويسة والّا سيئة؟ هل أنا الويب سايت لمّا أحسّنه هيرجع يأدّي أحسن من الأول والّا لازم أعمل له إعادة تصميم؟ أنت بتسأل أسئلة استراتيجية، بتشوف البيزنس بتاعك متوجه إزاي، بتشوف ال الكور فانكشناليتي بتاعة الويب سايت بتاعك فيها مشكلة، لو فيها مشكلة لأ لازم نعمل إعادة تصميم. طب ما فيهاش مشكلة لأ إحنا ممكن نحسّن فيها ونبدأ إن إحنا نعلّي بقى سرعة الموقع، نعلّي تجربة المستخدم، نقلل الfunctionality شوية عشان المستخدم ما يحسّش إن الدنيا مكلكعة أو مضايقاه. بالنسبة لك أحسن قرار ممكن تاخده بيعتمد على الbusiness بتاعك في الآخر. ده كان بالنسبة لفيديو النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.